السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سيرو من قناه سيرو كيرو. لو اول مره تتابعوني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل حاجه عشان رمضان. هنعمل ديكور للبيت، هلال بالجبس. تمام. اول حاجه هنجيب ورقتين كرتون. تمام. هنرسم على واحده الهلال وهنثبتها على الثانيه. فهنجيب اي طبق عشان نرسم الهلال بالشكل ده، وبالقلم الرصاص هناخد نص دايره بالطبق. تمام. وبعدين نطلع لقدام شويه كده. تمام. وناخد نص دايره تانية. تمام. هو مش باين قوي اهو. تمام. وبعدين من تحت هنعمل زي قاعده كده مستطيله باي حاجه كده بالشكل ده. تمام. وبعد كده هنجيب الكرتونه التانية ونعملها على شكل مستطيلات. هنقطعها على شكل مستطيلات. ونحاول نخليها مستطيلات متساويه. تمام. هنجيب مسدس الشمع ونبتدي يعني نحاول نخلي المستطيلات دي على شكل الهلال. هنعمل بيها شكل الهلال. نحاول نتنيها بس كده شويه عشان تاخد التدويره معانا. نجيب مسدس الشمع نكون مسخنينه، وهنبتدي على الرسمه بتاعه الهلال نحط الشمع. ونلزق المستطيلات اللي احنا قصيناها. هبتدي اعمل خلطه جبس واصبها في الهلال. تمام. معايا هنا برطمانات قد بعض، بس مش هعملها للاخر يعني، ممكن نصها. ودي كوبايه للخلط. ماشي. هبتدي احط مثلا في نص الكوبايه جبس. لكل كوبايه ونص جبس كوبايه ميه. ممكن اعمل نص كوبايه واحط لها ربع كوبايه ميه. ونشوف الخليط معانا هيحتاج اكتر ولا لا. اذا كان هيحتاج اكتر عادي لو زودناه. انا ممكن ما اعملش الهلال بالعمق ده، يعني بالعمق ده ممكن اعمل نصه بس عشان ما يبقاش تخين قوي، ما يبقاش تقيل. تمام. فهفضي نص كوبايه الجبس في الكوبايه اللي هخلط فيها. ماشي. وعليها ربع كوبايه الميه، وابتدي اخلط كويس. تقريبا الخليط محتاج يتزود، انا حاسه ان هو قليل، فهنكمل الكوبايه. ادي نص كمان، يبقى احنا كده كملنا كوبايه. عليه الربع كوبايه، يبقى احنا حطينا كوبايه جبس ونص ميه. نبتدي بقى نقلب قبل ما الخليط يجمد.
اهم خطوه التقليب كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. هنجيب صينيه وهنحط عليها الهلال اللي احنا رسمناه عشان لو اتسربت اي حاجه ما نبوظش السفره. صينيه ما نكونش يعني عايزين نستخدمها يعني. ونكمل تقليب. امشي يا قطقوط، امشي امشي عشان في جبس هنا وحاجات وحشه. انزلي انزلي انزلي. اوريكم القطوطه. انزلي يلا. دي عروسه جيران اسمها كركوره. انزلي يا كركوره يلا. انزلي هنا في حاجات جبس وحاجات وحشه، انزلي يلا امشي. تمام. بعد ما قلبنا هندي خليط باخد كحول كده عشان ايه البابلز، وهنبتدي نصب. بسم الله. ونصب في الحته اللي هي بتاعت القاعده دي. المفروض ان احنا ما نقفلش الجزء ده، انا نسيت وقفلته. يعني المفروض ان القاعده دي ما تبقاش مقفوله مع الهلال كده، يبقوا مفتوحين على بعض. انا نسيت وقفلتهم، فقصيت الكرتونه اللي قافله ما بينهم كده بسرعه بالمقص. تمام. نحاول نحط ميه كده على المقص عشان الجبس ما ينشفش عليه. هبتدي اصب بقيه الخليط. احاول يعني ادخله في الزاويه بتاعه الهلال. تمام. وبعد كده ببتدي اخبط عشان اسوي الخليط واطلع ايه قطعات هواء. واديله باخد كحول عشان الكحول يعني يدخل بابلز. هسيبه لحد ما ينشف حوالي من نص ساعه لساعه كده. وبعد كده هطلعه من القالب. يعني انا كده عملت هلال من غير ما احتاج قالب سيليكون، بحاجات ممكن تتعمل من البيت. ابسط حاجه كرتونه وشويه جبس وميه، وهيبقى عندنا ديكور وهلال. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هنعمل زي طبق عشان نحط فيه الهلال من خلال القاعده اللي احنا عملناها دي. هنجيب برضو اي طبق بلاستيك عندنا، اللي هي الاطباق بتاعت الاكل البلاستيك. هنعمله قاعده للهلال. تمام. ادي شكله، بس مش هنعمله دلوقتي، هنستنى لما الهلال ينشف وبعدين هنعمله، عشان قبل ما ده ينشف هنحط فيه الهلال عشان الاتنين يمسكوا في بعض. تمام. ممكن نعمله وبعد كده نلزقه بغيره او بشويه جبس، بس عشان يبقى محكم اكتر ولازق اكتر، فهغرزه في الجبس ده وهو لسه طري. فخليكم معايا لاخر الفيديو لحد ما نشوف النتيجه ايه. بعد ما سيبنا الهلال الجبس فيه نشف حوالي ساعه، هنبتدي نطلعه. هنبتدي نقطع الكرتونه اللي احنا عاملينها. تمام. بالراحه كده، هي بتطلع بكل سهوله. يعني اصلا تعتبر ورقه الكرتون دايبه من الجبس. هنطلعها كده بالراحه. ونكسر الجبس الزياده ده بايدينا كده. برضو هنشيلها من الكرتونه اللي هي في الظهر. تمام. نبتدي نكسر الحواف الجبس الزياده دي بالراحه كده بايدينا. تمام. ونشيل بواقي الشمع برضو، ننضف الهلال يعني من الاخر. هنجيب كتر ونبتدي ايه نساوي الحواف بتاعه الهلال، زي نحكها كده او نصنفرها بالطريقه دي
نخلي بالنا واحنا بنستعمل القطر. تمام. نأجل يعني موضوع القطر ده شوية. هنجيب معانا صينية فيها مية، تمام، وهننيم فيها الهلال كده. تكون صينية قديمة يعني ما بنستعملهاش في الأكل. وهنجيب صنفرة وهنبتدي نصنفر الهلال، تمام، الحواف بس مش الهلال كله يعني، تمام. يعني مثلا هنغطس جزء كده وهنبتدي نصنفره برضو عشان الكرتون اللي لازق في الهلال يطلع منه، وفي نفس الوقت بنساوي الحواف احسن من القطر شويه عشان ايه ما يبقاش خطر على ايدينا وكده. هيبتدي الكرتون ده يطلع بسهوله كده مع الميه والصنفره. في خطوه انا نسيتها ونسيت اعملها ونسيت اقول لكم عليها. احنا ممكن ندهن الكرتونه بالزيت قبل ما نصب خليط الجبس، برضو هيسهل ان الكرتونه تطلع من الجبس بسهوله يعني اكتر، تمام. دي خطوه انا نسيت اعملها. اي قالب بقى ايا كان نوعه، بلاستيك، كرتون، سيليكون، يفضل ان احنا ندهنه زيت الاول، حتى لو زيت طعام مستعمل يعني مفيش مشكله عشان بيسهل خروج القطعه من القالب. تمام. هصنفر انا بقى كل الكرتون اللي لازق ده والحواف بتاعه الهلال الزياده دي بنفس الطريقه دي كده، وارجع لكم بس عشان ايه ما اطولش عليكم وقت الفيديو. دلوقتي هنجيب القاعده اللي هنثبت فيها الهلال، تمام. انا لزقتها من هنا عشان كان فيها فتحتين كده للتهويه، عشان ده الغطاء اللي بيبقى بتاع الوجبات الجاهزه، تمام. هجيب عندي شويه زيت، دي الخطوه اللي كنت بقول لكم عليها ونسيتها، وهبتدي امسح القالب باي فرشه عندك، او حتى لو بمنديل مش مشكله، او لو بايدك المتاح، يعني مش هنعطل نفسنا. تمام. انا بدهن بزيت اكل مستعمل يعني، لو عايزه تدهني بزيت، في ناس بتدهن بزيت جونسون مفيش مشكله، بس انا يعني بحس انه هدر على الفاضي، فزيت الطعام المستعمل مش هيقول لا. خلاص دهنت القالب، هبتدي اجيب معايا الكوبايه اللي بقلب فيها الخليط، وهحط فيها مقدار كوبايه جبس، عليها نص كوبايه اسمنت، عليها معلش نص كوبايه ميه. خلاص، وابتدي اقلبهم، وهشوف هحتاج اكتر من كده ولا لا. يعني انا خدت مقدار القالب كده، برده مش هاخد القالب كله، ممكن اعمل نصه. حسيت ان هو هيعوز كوبايه ونص جبس، فانا قلت اعمل بكوبايه الاول ونشوف. كوبايه جبس عليها نص كوبايه ميه، اشوف هحتاج ازود ولا لا. هخلطه بس كويس الاول. حاسه الخليط خفيف، هزوده شويه جبس، معلقتين كده. اهم حاجه التقليب كويس عشان ما يبقاش فيه تكتلات، الجبس يدوب كويس مع الميه. تمام. هبتدي اديله رشه كحول عشان الفقاعات الهواء، وهبتدي اصب الخليط. تمام. انا حاسه ان انا هحتاج نص كمان، عشان انا حاسه ان هي كده هتطلع طبقه خفيفه، فهبتدي ازود نص كوبايه جبس عليها ربع ميه، يعني زي ما عملت معيار الميه في الاول عشان اخد مقاس القالب. هو كان فعلا يعني كوبايه ونص جبس، حلو قوي عليكم. وادي الربع ميه. بقلب بالشوكه اكتر عشان بحس ان هي بتقلب احلى. نزود لها ربع ميه.
رشه الكحول. تمام، هبتدي بقى اساوي الخليط. نديله كام خبطه كده عشان بس اسويه واطلع الفقاعه، ورشه كحول. وبعدين هثبت فيه الهلال، والخليط لسه طري كده، انا هجيبه على جنب. تمام، عشان استفيد ببقيه الطبق ممكن احط عليه فانوس او حاجه. همسكه كده شويه بس لحد ما يبتدي ينشف. تمام، هسيبه شويه لحد ما الخليط يبتدي يجمد شويه ويمسك فيه الهلال، وهسيبه ينشف بقى مع نفسه بتاع نص ساعه ساعه كمان، وهنطلعه ونصنفره بقى بنفس الطريقه اللي صنفرنا بيها الهلال. دلوقتي بعد ما سيبنا القاعده بتاعه الهلال نشفت، هنبتدي نخرجها من القالب. بس نبعد كده القالب عن القاعده، نتاكد انه فك، وبعدين نمسكه كده بقى من الهلال، ونشيل العلبه البلاستيك دي او القالب البلاستيك ده. تمام، ونصنفره بنفس الطريقه اللي صنفرنا بيها الهلال. هنجيب الصينيه اللي فيها ميه، ونبتدي بقى ايه نصنفره كده بالراحه، الحتت اللي عملناها زي المعجون كده، والسطح بتاع الصينيه، واي اجزاء مش متساويه او مش متناسقه زي دي كده برضو بنديها شويه صنفره نظبط شكلها. تمام، وهنسيبه بقى ينشف في الهواء والشمس من 4 ل5 ايام كده، عشان كل الرطوبه والميه اللي في القطعه دي تنشف خالص، عشان نقدر ان احنا نلونها او نعزلها بورنيش او نعمل فيها اي حاجه. لازم لما القطعه تنشف خالص، حتى لو باين لنا ان هي ناشفه دلوقتي، فهي في الشتاء لازم تطلع كل الرطوبه اللي فيها. في الصيف بتاخد لها يومين ولا حاجه ولا يوم، لو اتحطت في الشمس وفي الحر. في الشتاء ممكن تاخد لها 4 5 ايام. تمام، حاولوا تحطوها في مكان هواء وشمس، وطبعا لو جه عليها تراب هنمسحها بحته الاول، وبعد كده بقى نبتدي نلونها نورنشها، نحط عليها الزينه اللي احنا عايزينها. يعني طبعا زينوا بطريقتكم بالمتوفر عندكم، ورق دهب، شوجر، جليتر، تكتبوا مثلا هنا اي حاجه بالطريقه اللي انتوا حابينها. فانا هسيبها تبقى تنشف 5 ايام كده، واشوفكم في الجزء التاني للتزيين والفينش. والسلام عليكم ورحمه الله.